بناتي الامارات عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهارده مش هنتعلم فيه اكله. لا، احنا هنتعلم شويه تريكات كده في البيت، في المطبخ، في البيت عموما. ويا رب تستفيدوا يا رب من الفيديو ان شاء الله. دي شويه تريكات كده وان شاء الله تنفعكم باذن الله. اول حاجه واهمها هنا عندي ازاي اقسم المرتب بحيث ان انا الدنيا ما تتلخبطش معايا وتبقى الدنيا تمام. عندي فكره حلوه بعملها، اني لما باخد المرتب بجيب 3 اظرف، بقسم فيهم المرتب بتاعي ل3 اجزاء. جزء بيكون لطلبات البيت او ظرف بيكون مكتوب عليه طلبات البيت، وجزء للمناسبات، فرح، عيد ميلاد، اسبوع، كده يعني المجاملات اللي بتطلب مننا، وجزء للفواتير بقى، الغاز، الكهرباء، النت، الحاجات دي. الفكرة دي حلوة وبتنفع، وعشان الدنيا ما تدخلش في بعضها يعني. وكل حاجة باخد، يعني كل حاجة ببقى عايزة اصرفها مثلا في حاجة معينة باخد من الظرف بتاعها. بيبقى عندي كمان ظرف فاضي، ده الظرف الرابع. لو حاجة توفرت من اي ظرف من ال3 اظرف دي بضيفه او بحطه في الظرف الرابع، ودي بتبقى الحاجة اللي توفرت مني في الشهر ده. ودي فكرة حلوة يعني، جربوها وان شاء الله تنفع معاكم. قبل ما تنزلي تشتري طلبات البيت، ودي تاني نصيحة مني، لازم تكوني كاتبة الحاجات اللي انت محتاجاها الضرورية اللي في البيت، اللي البيت ما ينفعش نقعد من غيرها يعني. ما تنزليش كده تشتري، يعني تنزلي الماركت او المول او ايا كان، او السوق او اي مكان بتنزلي تشتري منه كده، علشان يعني ما تدخليش في دوامة العروض بقى والحاجات دي، لان احنا كستات يعني لما بننزل موضوع الشراء ده بيبقى بالنسبة لنا يعني هي حاجة ممتعة طبعا. بس ممكن الدنيا تبوظ معانا والمصروف يعني ما يكفيش معايا لاخر الشهر. فيعني دي نصيحة برضو، انك لما تنزلي تشتري طلبات البيت لازم تكوني كاتبة حاجتك والحاجة اللي انت محتاجاها الضرورية المهمة، وتكوني عاملة ميزانية كده. ويا ريت تشتري حاجتك بالاسبوع مش بالشهر، كده بيبقى احسن يعني، كده بيبقى احسن يا بنات. وكمان عشان ما تنسيش حاجة وتضطري تنزلي تاني، او يعني انا عودت نفسي ان انا اكتب ورقة بطلباتي قبل ما انزل اجيب طلبات البيت. ان شاء الله الفكرة تعجبكم باذن الله. حاجة مهمة برضو قوي في البيت، ودي تركية برضو مهمة، بنصح بيها كل البنات، انه مشترياتي من الفراخ او البانيه لازم اشيلها متبلة في التلاجة. مفيش حاجة اسمها ان انا اجيب الفراخ واحطها في التلاجة او في الفريزر او جمدها وهي مش متبلة يعني. بتسهل علينا حاجات كتير قوي يعني، بجد بجد. سواء هتعمليها بقى فرخة زي ما هي سليمة مشوية، او هتعملي شيش طاووق او بانيه او ستريبس، اي حاجة لازم كل حاجة تتبل بتتبيلتها وتتشال في التلاجة. العصاج، في تركية حلوة بعملها فيه، ان انا بزود فيه البصل. البصل يكون مبشور او مفروم ناعم قوي. بجد بجد بيفرق قوي في الطعم. وكمان بضيف له فلفل الوان، وببشر جزرايه صغيره كده، وكل توابلك بقى الحلوه. بجد بيبقى اجمل عصاج ممكن تعمليه. وبيزود معاكي كميه اللحمه، ودي برضو تركية حلوه قوي. بالنسبه بقى للمشويات او الحاجات اللي انت متبلاها، اللي احنا اتفقنا اللي هي بتتبل قبلها بيوم، بتفرق قوي في التسويه. لو بتشوي البانيه او وراك او دبابيس او اي حاجه، بتحط لها شويه من ميه البصل، بتفرق قوي في الطعم. وبتقطعي فلفل وبصل عليها، وتولعي فحمية وتحطي نقطة زيت عليها وتغطيها. بجد بجد بتبقى كأنك جايباها من بره. وطبعا طبعا تتبيلتها من قبل، وان انا ببقى سايباها في التلاجة، دي بتفرق معايا قوي. جربوا التريكات دي بجد هتفرق معاكم قوي يعني.
واكلكم بجد هيبقى مميز. لان التركات دي هي اهم من ان انا اكون بعرف اعمل اكل يعني. التركات الصغيره اللي بقول لكم عليها دي يعني تعتبر خبره سنين يعني، وبجد يعني حاولوا تجربوها. لما بجيب زبده مش بحطها كده قالب في التلاجة وخلاص، لا انا بقطعها مكعبات وبشيلها في علب محكمه. بتوفر معايا بحيث ان انا ببقى عارفه هحط في الاكله مكعب مكعبين كده يعني. بالنسبه بقى للتوابل، دي حاجه مهمه قوي قوي قوي، ان انا اجيب التوابل زي ما هي صحيحه ومن عند العطار، و بديها كده تشويحة على النار بحيث ان انا اشم ريحتها كده. ريحة التوابل في البيت اصلا لما بتتحمص بتبقى تحفة. وبضربها في الكبة او بطحنها عندي في البيت. دي بجد بتبقى يعني بتفرق وبتخلي طعم الاكل في حتة تانية، يعني انه انت جايبة البهارات بتاعتك ناعمة جاهزة من عند العطار، او ان انت عاملاها في البيت بايدك، بجد بجد بتفرق قوي. الحاجات دي ممكن تكون يعني متعبة شوية، بس بجد بتفرق في طعم الاكل وهتخلي اكلك مميز. ودي تركات برضو عرفناها بعد فترة يعني، وكنا بنستسهل في الاول، بس بعد كده يعني عرفنا انه لا، الاكل له تركات صغيرة كده بس بتفرق قوي في الطعم يعني. التوم يا بنات من الحاجات المهمة قوي ان انا اجيب التوم واقشره كل فترة واحطه في علبة محكمة واحطه في التلاجة واخد عند محتاج. من عوامل نجاح طبعا الستريبس والبانيه، اني ما احطش قطع كتير في الزيت، علشان ما انزلش درجة حرارة الزيت، وعلشان يطلع معايا مقرمش ويكون كريسبي كده، ما يكونش ما يطرش مني. دي تركية حلوة قوي، جربوها برضه يا بنات. من الحاجات برضو اللي البنات كتير بتسأل عليها، لما بعمل بتنجان مقلي، سواء انا هعمله مسقع او هقليه عادي بيشرب زيت. من اهم عوامل نجاح البتنجان المقلي انه يبقى كريسبي معاكي، انك تقطعيه قبل ما تعمليه بفتره، وبتحطي عليه رشه ملح وبتحطيه في مصفى ينزل كل السوائل اللي فيه او الميه اللي فيه. وقبل ما بقليه يعني بديله تعفير الدقيق كده بسيطة او نشا، بيطلع معايا كريسبي وما بيشربش الزيت خالص. ودي برضو تركية حلوة، يا ريت برضو تجربوا. والمكرونة ليها تركية عندي، هي بضيف فص ثوم في الزبدة او في السمنة، بشوحهم فيها لحد ما ريحة الثوم تطلع قبل ما بضيف الطماطم. المكرونه بشاميل التركيه بتاعتي ان انا بحط عليها من على الوش يعني ميكس جبن، شيدر بقى، جبنه تركي مبشوره، جبنه موتزاريلا، بتبقى تحفه جدا. والبشاميل بتاعي بضيف فيه معلقتين جبنه كريمي او جبنه مثلثات، بتبقى تحفه قوي بجد، وتطلع اجمل مكرونه بشاميل معاكي. بصوا دي تريكات صغيرة، هي مش اهم حاجة يعني، بس يعني حبيت او حسيت ان انا عايزة اقولهم لبناتي، واتمنى ان هما يعني كل بنوتة لسه متجوزة ولسه فاتحة بيت وحاسة ان الدنيا تقيلة عليها، لا احنا مع بعض واحدة واحدة. وكل التريكات والحاجات اللي احنا كنا بنبقى تايهين فيها في الاول هنحاول نتعلمها مع بعض. وبقول كمان انه من اهم النصايح اللي بديها لك انه ما تدخليش في دوامة شغل البيت قبل ما تكوني مأدية صلاتك وفروضك. وخدي وقت من الراحة. اي انسان في الدنيا يعني محتاج ان هو يرتاح ويفصل. ادي وقت لنفسك، وكل حاجة بتبقى سهلة لما بنتعود عليها، ولما بنستعين بالله. وربنا يعمر يا رب بيكم بكل خير وحب يا رب، وحب ومودة. واتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا من الفيديو، ولو استفدتي من الفيديو حطي لايك واشتركي في القناة، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.